اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الكبدة البانيه، طبعا بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم. احنا كنا عاملين مع بعض الكبدة العصافيري، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة وكان طعمها تحفة. لو عايزة تشوفيها هتلاقيها في الفيديوهات إن شاء الله هتعجبك، وطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا معايا نص كيلو كبدة شرايح، وهنا معايا كمان التوابل بتاعتنا: معلقة توم مفروم، معلقة ملح، معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل اسمر، ومعلقة بابريكا. وهنا كمان دي معلقتين ليمون، طبعا بتحوش الزفارة بقى وتبقى ريحة الكبدة كده جميلة. يلا يا حبايبي بقى كده هنبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا الكبدة أنا حطيتها في البولة بتاعتنا اهيت، أو أي طبق عندك، وهنحط عليه الثوم المفروم والتوابل بتاعتنا. هنقلبهم كلهم كده مع بعض لحد ما تمتزج كلها بالطريقة دي، الثوم مع التوابل بالكبدة، عشان تبقى متبلة كده وطعمها جميل. هنا هنحط معاها معلقتين الليمون دي معلقة، قصدي ليمونة معصورة، هنعملهم كده نخلطها بقى معاها. الليمون بيخليها ملهاش اي ريحة زفارة، وبيديها ريحة وطعم جميل كمان. كده هنركنها بقى على جنب، ونجيب الكفر اللي احنا هنعمل بيه الكبدة البانيه. ان شاء الله لو جربتيها بالطريقة دي هتعجبك جدا. طبعا الكبدة هتسيبيها تتبل، تقعد مش اقل من ساعة او ساعة ونص، تسيبيها عشان التتبيلة بتاعتها تبقى يعني ايه داخلة في الكبدة كده وتبقى طعمها حلو. احنا معانا كده دي كوباية دقيق وكوبايتين ردة. الردة بتاعتنا بتبقى يعني اللي هي ناعمة معقول كده، وهتحطي عليها يعني ذرة ملح بسيطة مع الدقيق، وتقلبيهم بقى مع بعض كده بالطريقة دي. الكبدة طبعا انتوا عارفين ما بتاخدش سوا خالص، ما بتاخدش وقت في التسوية، هتستوي معاكي بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبك. هنا انا حطيت كمان على التتبيلة بتاعتي، حطيت معلقتين بهارات كبدة، بتجيبيها طبعا من عند العطار او من اي سوبر ماركت، بتلاقيها مغلفة كده في كيس لوحدها او سايبة، اللي تلاقيها هتبقى كويسة يعني بإذن الله. كده انا بقلبهم مع بعض، وهنبتدي بقى نعمل الكفر بتاع الكبدة قبل ما نحمرها. صدقيني لو عملتيها بالطريقة دي هتعجبك جدا، وجبة خفيفة وسهلة وسريعة كمان. هناخد بقى القطعة كده، قطعة الكبدة شايفين طبعا رقيقة خالص، مش سميكة ولا حاجة، رقيقة كده. شايفين الحجم بتاعتها، الشريحة بتاعتها معقولة عشان تستوي معاكي بسرعة كمان. هنبتدي بقى نحطها في الردة والدقيق دي، وذرة ملح بتحطيها عشان تبقى كده كلها متبلة كده وتبقى طعمها حلو. بنفس الطريقة دي يا حبايبي احنا هنعمل الكبدة بتاعتنا كلها. شايفين الكفر بسيط جدا، بس بالردة بتبقى ليها طعم بقى جميل كده. هنخلص الكمية كلها وهنرجع مع بعض تاني نكمل الكبدة بتاعتنا. جميلة خالص، كانت وجبة سريعة تعمليها مع طبق سلطة خضراء مخلل، يعني اللي موجود عندك كده تاكليها بالهنا والشفا. ممكن كمان تعملي جنبها طحينة، يعني بألف هنا وشفا كده تبقى جميلة. انا هخلص بقى الكبدة بتاعتنا دي كلها كده. شايفين انتوا بتدوسي عليها كده عشان تبقى يعني ايه الكفر ماسك في الكبدة. بالطريقة ديت انا كده خلصت الكبدة بتاعتي كلها، وهنروح مع بعض بقى كده على البوتاجاز نحمرها.
طبعا انت ما تحطيهاش على بعضها كده كتير. انت لو هتسيبيها شويه المفروض ان انت تفرديها، بتحطيها في صينيه، ما بتحطيش فوقيها حاجه. انا عملتها كده عشان حمرت على طول ورا يعني، بعد ما عملتها بالكفر كده حمرتها على طول. هنا بقى هنروح على البوتاجاز يا حبايبي. هنحط بقى ايه كمية زيت كده معقولة. اول ما تحسي ان الزيت كده دافي بتبتدي تحطي، مش دافي يعني دخل على يعني سخن كده، بتبتدي بقى تحطي الكبدة بتاعتك وبتسويها بطريقة سهلة، ما بتحتاجش اي وقت على فكرة. يعني 5 دقايق 5 دقايق وبتقلبيها على الجنب التاني. ان شاء الله بتستوي على طول وما بيبقاش ما بتاخدش معاكي وقت. شايفين بالطريقة دي؟ طبعا النار انت مش بتعليها عشان هتتحرق منك ومش هتبقى مستوية ومش هتبقى برضو ايه واخدة السوا بتاعها كويس. انت بتوطي النار بعد ما الزيت بتاعك بيسخن، بتوطي النار بالمعقول كده. شايفين حتى النار باينة اهي، انا مش معلية النار عشان نبتدي بقى ايه نكمل الكبدة بتاعتنا وتطلع مستوية وحلو. انا هخلص الكبدة كلها بقى وهنرجع مع بعض نحطها في الطبق بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. حبايبي هنا الكبدة خلصت، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، كان طعمها جميل جدا. طبعا الكبدة من الاكلات الخفيفة والسريعة وكلها حديد وحاجات كده زي العسل. انا طبعا حطيت معاها مخلل وقرن فلفل بقى كده، احنا بنحبش الحراق قوي يعني. فكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا او الفيديو بتاعنا. ما تنسيش تعملي بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو الفيديو عجبك تكتبي لي كده تعليق كويس تفرحيني بيه، ونلتقي في فيديو آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا معايا، استنوا احنا كده، انا هوريلكم الكبدة. شايفين مستوية؟ اتقطعت معايا يعني اتقطعت الحتة بتاعتها بسهولة، ما شدتش منك ولا اي حاجة، مستوية زي الفل. وان شاء الله جربيها بنفس الطريقة، ان شاء الله هتعجبك. شايفة زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.